في لبس انت لو جبتيه للجامعه او للخروج او حتى للجواز هتندمي كتير جدا انك انت جبتيه، زي الفستان ده بالظبط. الفستان ده هو حلو او شكله شيك، بس انا ندمت ان انا جبته لان انا مش بعرف البسه غير بالديزاين ده. اخري بلبس هنا مثلا بيزك او بلبس هنا مثلا شميز فبيديله شكل، غير كده لما باجي البس عليك اكسسوري مثلا بحس ان في بعزقه او حاجه دوشه يعني، فما بيبقاش حلو خالص. وكمان ليه موضه وهتروح ومش هعرف البسه تاني لان هو في اشكال كتير كده وغريبه وكتيره، فالموضه بتاعته لو راحت فخلاص مش هعرف البسه تاني. لكن لو حاجه ساده او بيزك مثلا او حاجه ما فيهاش شغل اقدر ان انا انوع فيها، اقدر ان انا مثلا اجيب لها حزام، اقدر ان انا احط اكسسوري تليق عليها، حاجه فيها شغل بسيط دي برضو اقدر اعمل منها كذا اوتفيت فيه هدوم كتير. اقدر ان انا او كم قطعه بوصات، قطعتين او 3 بوصات اقدر اعمل بيهم كذا اوتفيت، اكني كل يوم بلبس طقم جديد. يعني مثلا احط مثلا شميز مثلا على بنطلون مختلف، احط فوقيه مثلا تحتيه قصدي بيزك اكسسوري مختلفه، فبتحسي انت تلبسي عليه حزام، تعملي كذا كذا اوتفيت فعلا بكذا ديزاين بكذا، اكنك بصي كل مره بتشتري طقم جديد احسن مليون مره ما اشتري حاجه زي كده او حاجات تانية شبهه كتير ومعرفش استفاد منها او البسها كطقم واحد وبعد كده امل وما بقاش حابه ان انا البسها. فلو انا قايله في الفيديو كامل، فلو انت عايزه تتابعي الفيديو اللي انا قايله فيه كل الاوتفيتات اللي اقدر اعملها والاشكال، وحاطه كمان صور للاوتفيت وقايله لكم الاوتفيت مثلا بيمشي عليه كذا وكذا، وقايله لكم القطع الاساسيه اللي تبقى في الدولاب، اللي اذا كنت انت داخله على جامعه وبتشتري لسه هدوم جديده، اذا كنت داخله على جواز وبتشتري لسه هدوم جديده، ففعلا هيفيدوكي جدا. وهتلاقي نفسك انك انت جمعتي من قطعه واحده او قطعتين كذا اوتفيت، فتقدري انك انت تعملي 5 6 7 8 وتلاقي نفسك كل مره اكنك بلبس جديد. فهسيب لكم لينك الفيديو كامل في الديسكريبشن تحت. ما تنسيش بقى تعملي لايك وتتابعيني على القناه عشان هنزل فيديوهات كتير قوي حلوه. باي باي.